السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير، أهلا بكم في فيديو جديد. عايزين نخرج ناكل حاجة نشرب حاجة، يلا بينا يلا بينا. يطلع واحد مننا يقول لك ايه، لا ثواني يا عم، يلا بينا فين؟ أي مكان كده؟ يا عم هننزل نشوف أي مكان نقعد فيه ناكل حاجة نشرب حاجة. لا ثواني، أي مكان إيه؟ هنروح المكان الفلاني. ماله يا ابني؟ ده ايه المشكلة يعني؟ يا عم بيجي على التيك توك والبلوجر بيتكلموا عليه وحلو زي الفل وتحفة، يلا بينا. خدنا نفسينا ورحنا رايحين. دخلنا فين صاحبنا يا عم؟ صاحبنا واقف على الباب بره عمال ياخد سيلفي ورا اللوجو، وعلى الفيسبوك مش عارف ايه اسم المكان. دخلنا طلبنا الاكل، المكان غالي جدا، اكله عادي جدا، المشروبات اللي فيه عاديه جدا. صاحبنا الاكل نزل، احنا بناكل، ده قاعد يصور الاكل وياخد سيلفي مع الاكل وياخد سيلفي مع اللوجو بتاع المكان. نفس صاحبنا ده لما نيجي نروح نصيف، الحر دخل علينا بقى عايزين نصيف، يلا يا عم نروح ناخد لنا اسبوع في السخنه او في الغردقه، مكان كده برضه نقدر ندفع فيه رقم كويس ونتمتع، ناخد اسبوع. لا يا عم، العشر قروش اللي احنا هنسافر بيهم دول اسبوع، ناخد لنا يومين في الساحل الشرير وناخد الكام صوره. ايه يا ابني ده؟ يلا بينا يا عم، يلا بينا، يلا مش هنزعلك. نروح الساحل الشرير، على الطريق مش عارف ايه، صور على البوابات، يخش يصور نفسه جوه ورا اللوجو بتاع القريه، على في البحر الدنيا، مقضي كام يوم برضو نفس الموضوع، صور مش عارف ايه، حياته كلها كده. في ناس كتير بقى بنشوفها كده، وبنشوفها كتير جدا، مقضيينها انا لازم اروح المكان ده عشان اخد الصورتين، انا لازم اقعد في المكان ده عشان اخد الصورتين، واصحابي يبقوا عارفين ان انا اكلت في المطعم الفلاني وشربت في الكافيه الفلاني وسافرت المكان الفلاني ورحت الساحل الشرير، زي الناس اللي بينزلوا على الفيسبوك هم احسن مني. انا عايز اقولك على حاجه بس، انت ولا هتزيد ولا هتقل عند اللي بيحبوك بالمنظر ده. في ناس تانية بتحب المنظره الكدابه زي ما بيقولوا يعني، في ناس هي دي حياتها، خلاص هي دي حياتكم. في ناس بقى زي الايفون مثلا، هو شال ايفون في جيبه مش عارف يشحنه اصلا، معهوش فلوس يشحن رصيد، معهوش فلوس يشحن نت اصلا. شال ايفون ليه؟ انا لازم اشيل ايفون، لازم اطلعه من جيبي اشيل ايفون. طب يا ابني انت معاك تشحنه، هو جايبه بالقسط، مش عيب، مش عيب اجيب حاجه بالقسط، مش اقصد كده. الفكره ان انت شايل حاجه منظره. انا مش شايل ايفون، ما بحبوش ليه؟ شايف ان التليفون ده اكبر من احتياجاتي، مش بقلل بيه، لا بالعكس، ده انا بزود من قيمه التليفون. التليفون ده مش معمول للعب ولا الفيسبوك، التليفون ده ليه معمول بطريقه تانية. عشان كده الناس دي لما جت قالت لك انتوا عايزين كاميرات، يعني انتوا ناس بتحبوا كاميرات، هنوريكم الكاميرات. عم احلى كاميرا موجوده، صح؟ دلوقتي لما تيجي تصور في اي مكان بتشوف صاحبك اللي معاه ايفون تصور بيه، صح؟ هو فرحان جدا، ما هو معاه ايفون وانت بتاخده عشان تصور بيه. المقصد ان احنا بقت حياتنا منظره، بنصرف عشان نتمنظر، ويجي يقول لك انا معيش فلوس. تعالى بقى شوف الناس الاغنياء بجد بقى، اللي هو الغني بجد وفاهم، ما يصرفش غير على الحاجه اللي تفيده. ولما بقى غني يقول لك يا عم اتمتع بقى، ما انا بقيت غني خلاص. بس لما قبل ما يبقى غني ما عملش كل الكلام التافه اللي انت بتعمله ده. كان بيصيف في مكان كويس على قده، شايل تليفون على قده، بياكل في مكان على قده، المهم يستمتع، المهم يستمتع. المنظره هتخليك معكش فلوس، المنظره هتخليك بالفانيلا والله، وفانيلا داخليه كمان. بلاش منظره، استمتع على قدك، لانك انا هقول لك ولا هتزيد ولا هتقل عند اللي بيحبوك. جزاكم الله خيرا، ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك والشير. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.